هل عمرك كنت تعرف إن قلبك ممكن يدق وهو بره جسمك؟ ودي كانت تاني رشفة في برنامجكم رشفة علم. قلبك ده مش مجرد عضلة، ده نظام دقيق جدا ومسؤول عن تشغيل شوية كهرباء بسيطة. الكهرباء دي هي اللي بتخلي قلبك يدق وهي اللي بتنظم كل حاجة فيه. فخلينا اشرح لك الحكاية دي كلها بتحصل ازاي. المايسترو، الاس اي نود، عندك في قلبك جزء صغير كده فوق اسمه الساينو اتريال نود او العقدة الجيبية الأذينية، وده المايسترو بتاع قلبك كله، وهو اللي بيبدأ الشرارة الكهربية وبيحدد سرعة ضربات قلبك، وهو اللي بيقول لقلبك يلا ندق دلوقتي، يلا كمان مرة. كفايه بقى ده كمان واحد. كفايه بقى ده كمان. وهو برضو اللي لو بتجري بيسرع الضربات ولو نايم بيهديها. تاني جزء معانا وهو ال AV نود، المطب الصناعي. بعد ما الكهرباء بتطلع من المايسترو بتنتشر في الجزء العلوي كله من القلب، بتوصل عند جزء معين اسمه الاتريو فنتريكولار نود، ودي بقى شغلتها زي المطب الصناعي، بتأخر الإشارة العصبية لجزء بسيط جدا من الثانية. طب يا ترى ليه؟ طب خليني أقولك ليه. علشان تدي فرصة للأذينين إنهم يفضوا الدم اللي فيهم كله وينزلوه للبطينين قبل ما يجي الأمر للبطينين إنهم ينقبضوا، ومن غير التأخير ده الدنيا كلها هتتلخبط. بعد ما الاشاره بتعدي على الاي في نود جه الدور على البركنجي سيستم. بعد ما الاشاره عدت من المطب ده بتدخل على شبكه من الالياف عامله زي اسلاك الفايبر السريعه جدا. الشبكه دي بتفرش وتغطي البطينين وهم الجزء اللي تحت من القلب كله. شغلتها انها توصل الكهرباء لكل حته في البطينين في نفس اللحظه بالظبط، علشان ينقبضوا كلهم ككتلة واحدة وبكل قوة يزقوا الدم للجسم كله. كده نكون عرفنا الحكاية كاملة، فاستنوا الفيديو الجاي عشان تعرفوا ازاي الدكاترة بيشوفوا كهربة القلب كلها.